كانت العمارة رغم قدمها تشبه كائنا حيا يتنفس ببطء. شقوق الجدران خطوط عمر، ورائحة الرطوبة ذاكرة، وكل باب شقة حكاية مؤجلة. في المدخل، حيث تختلط خطوات الصاعدين والنازلين، كان عم سالم يقف كحارس للزمن أكثر منه بوابا. لم يكن أحد ينتبه له إلا عند الحاجة، ولم يكن هو يطلب الانتباه أصلا. بعد تلك المرة التي لمحت فيها أثر الجرح تحت جلابيته، تغير إيقاع الأيام. لم يعد الصباح عاديا، ولا المساء متشابها. صرت أرى التفاصيل التي تهرب عادة من العين، كيف يصلح المصباح بيد مرتجفة، كيف يعيد ترتيب الأحذية عند المدخل بلا ضجيج، كيف يبتسم حين يسمع ضحكة طفل ثم يعود إلى صمته. مرت أسابيع، وبدأت العمارة تشهد أحداثا صغيرة، لكنها كانت كافية لتقشير طبقة الإهمال عن القلوب. انقطع الماء ليلة كاملة، فتجمع السكان في الفناء، كل يشكو من زاويته. عم سالم لم يرفع صوته. أحضر دلويني ووزع ما تيسر من الماء، ثم صعد السلالم درجا درجا ليطمئن كبار السن. في تلك الليلة، رأيت نظرة جديدة في عيون بعض الجيران، دهشة ممزوجة بالخجل. ذات صباح، طرقت باب شقة السيدة نوال، وهي امرأة مسنة تعيش وحدها في الطابق الرابع. كانت تشكو من ألم في ركبتها، ولا تستطيع النزول. أخبرتني أن عم سالم هو من كان يشتري لها الدواء منذ شهور دون أن يخبر أحدا. قالت وهي تبتسم: الناس بتفتكر الطيبة ضعف، بس الطيبة شغلانة ثقيلة. بدأت أدون ملاحظات صغيرة في مفكرة، أسماء، مواقف، جمل عابرة. لم أكن أكتب عن عم سالم وحده، بل عن العمارة كلها. اكتشفت أن المكان يتغير حين نقرر أن نراه، وأن الصمت ليس فراغا، بل لغة تحتاج من يصغي. في أحد الأيام، وصلت رسالة من الإدارة تعلن زيادة رسوم الصيانة. ضج السكان بالاعتراض، اجتمعوا عند المدخل، ارتفعت الأصوات، وتطايرت الاتهامات. كان عم سالم واقفا جانبا. اقتربت منه، فوجدته يحمل ورقة قديمة. قال لي بهدوء: دي فواتير إصلاحات عملتها بإيدي، محدش طلب، بس العمارة محتاجة. كانت الورقة مليئة بأرقام صغيرة، وتواريخ، وتواقيع باهتة. أدركت أن ما يراه الناس واجبا، كان عنده مسؤولية. تطور الخلاف، وكاد يتحول إلى قطيعة. حينها، تكلم عم سالم. لم يصرخ، لم يتهم. قال فقط: البيت اللي ما نصلحوش يقع علينا كلنا. ساد صمت ثقيل. لم تحل المشكلة فورا، لكن شيئا انكسر، حدة الغضب. بعد ذلك بأيام، مرض طفل من العمارة. كانت أمه في حيرة، تبحث عن سيارة تنقله إلى المستشفى. لم يتردد عم سالم. أوقف أول تاكسي، ورافقهما، وبقي حتى اطمأن. حين عاد، كانت جلابيته مبللة بالمطر. لم يشتكي. في المساء، جلست معه نشرب الشاي. سألته عن الصور القديمة التي رأيتها في غرفة البوابة. ابتسم ابتسامة بعيدة، وقال: الصور بتفكرنا إننا كنا أكثر من اللي بقينا عليه. ثم حكى عن امرأة رحلت مبكرا، وعن طفل صار شابا بعيدا، وعن طرق لم تكمل. لم يكن في حديثه مرارة، بل قبول صعب. بدأت ألاحظ أن العمارة تغير سلوكها معه. التحية صارت أدفأ، السؤال أصدق. بعض الجيران بقوا كما هم، لكن التغيير لا يحتاج إجماعا، يكفي شرارة. في صباح رمادي، سقط عم سالم على السلم. لم تكن الإصابة خطيرة، لكن الخوف كان. اجتمع الناس، كل يحمل قلقه. حملوه إلى المستشفى. هناك، في ردهة الانتظار، رأيت العمارة كلها مجتمعة لأول مرة بلا خصومات. فهمت أن الخيط الذي يجمعنا كان دائما موجودا، لكنه يحتاج من يشده بلطف. تعافى عم سالم ببطء. عاد إلى مكانه، لكن بشيء جديد في ملامحه: طمأنينة. الجرح في ساقه ظل أثرا، لكنه لم يعد ثقلا.
صار يحكي عنه بلا حرج كجزء من سيرة لا تختزل في لحظة. مرت الشهور وتبدلت الفصول. المصعد أصلح أخيرا. المدخل صار أنظف. لكن الأهم أن الكلام تغير. صار الناس يسألون قبل أن يحكموا ويتوقفون قبل أن يتهموا. لم يكن هذا مثاليا لكنه كان حقيقيا. في يوم مشمس ناولني عم سالم مفكرتي التي نسيتها عنده. قال مبتسما: اكتبي، يمكن حد يقرأ. ضحكت وقلت: أكتب علشان ما ننساش. هز رأسه موافقا. تعلمت من تلك العمارة درسا بسيطا وعميقا، أننا لا نحتاج معجزات لنصير أفضل، بل انتباها. وأن ما نراه تحت الجلابية أو تحت أي مظهر ليس عيبا بل بابا للفهم. وأن العمل الحقيقي مع الناس يبدأ حين نتخلى عن أحكامنا السريعة. وفي المساء حين أغلقت باب شقتي سمعت صوت عم سالم يودع آخر العائدين. كان صوته ثابتا دافئا. أدركت أن بعض الحراس لا يحرسون الأبواب فقط، بل يحرسون إنسانيتنا من النسيان. وهكذا بقيت الجلابية كما هي، وبقي الجرح أثرا، وبقيت العمارة قديمة، لكن القلوب صارت أوسع قليلا. لم أكن أتخيل أن يوما عاديا في عمارة قديمة يمكن أن يفتح بابا لأسئلة تغير شكل الحياة كلها. العمارة التي أسكنها منذ طفولتي تشبه صندوق أسرار، جدرانها متشققة، وسلالمها تحمل آثار أقدام لا تحصى، وكل شقة فيها تعرف أكثر ممن تقول. وفي قلب هذا الصندوق كان يقف البواب، الرجل الذي نراه كل يوم ولا نعرف عنه شيئا. كان اسمه عم سالم. رجل خمسيني، قصير القامة، كث الشارب، يلبس جلابية رمادية أغلب الوقت، ويجلس على كرسي خشبي عند المدخل كأنه جزء من البناء نفسه. نمر عليه صباحا ومساء، نلقي التحية، فيرد بابتسامة مقتضبة. لا أحد يسأله ولا هو يشرح. وجوده كان مألوفا إلى درجة أننا لم نعد نراه. في ذلك اليوم تعطل المصعد. لم يكن هذا غريبا، المصعد يتعطل أكثر ممن يعمل. نزلت الدرج مسرعة لأنني كنت متأخرة عن عملي، وإذا بعم سالم يطلب مني المساعدة في حمل كيس ثقيل إلى غرفة البوابة. ترددت لحظة ثم وافقت. عندما اقتربت منه لاحظت ارتباكا غير معتاد في عينيه. أنحنى ليحمل الكيس، وارتفعت الجلابية قليلا، فظهر شيء لم أكن أتوقعه. أثر قديم لجرح عميق في ساقه، ممتد كخريطة متعرجة. توقفت دون قصد. لم يكن الجرح مجرد أثر، كان حكاية صامتة. نظر إلي بسرعة، كأنه خشي أن أقرأ ما لا يريد أن يقرأ. أنزل الجلابية بسرعة، وتمتم، قديمة، من زمان. لكن صوته لم يكن مطمئنا. منذ تلك اللحظة لم أعد أراه كما كنت. صار السؤال يلاحقني: من هو عم سالم حقا؟ وما الذي يحمله خلف صمته وجلابيته؟ بدأ الفضول يتحول إلى اهتمام، ثم إلى رغبة في الفهم. في الأيام التالية صرت أتوقف قليلا عند البوابة، أسأله عن أحواله، عن العمارة، عن الناس الذين مروا من هنا. كان يجيب بإيجاز، ثم شيئا فشيئا بدأ يلين. اكتشفت أنه يقرأ الجرائد القديمة التي يجدها، وأنه يحفظ أسماء سكان العمارة واحدا واحدا، وأنه ينام أحيانا وهو جالس لأن الغرفة تضيق عليه. ذات مساء انقطعت الكهرباء. اجتمع بعض السكان في المدخل يشكون ويتذمرون. عم سالم كان هادئا، يوزع الشموع القليلة التي يحتفظ بها. عندما انفض الجمع بقيت معه. جلست على الدرج وسألته عن الجرح. سكت طويلا، ثم قال: فيه حاجات يا بنتي، لما نحكيها، بتوجع أكثر من السكوت. لم أضغط، لكن الصمت هذه المرة لم يكن جدارا، بل بابا نصف مفتوح. في الأيام التالية حدثت سرقة في العمارة. اختفى هاتف من شقة في الطابق الثالث. الاتهامات طارت في الهواء، وبعضها استقر عند البواب. سمعت الهمس ورأيت النظرات. شعرت بغضب لا أعرف مصدره.
كيف نحمل رجلا صامتا كل خطايانا؟ واجهت بعض الجيران فاتهموني بالسذاجة. في تلك الليلة نزلت إلى البوابة، وجدته جالسا في الظلام رأسه مطأطئ. قلت له إنني أصدقه. رفع رأسه ببطء وفي عينيه شيء يشبه الامتنان المكسورة. قال: الناس لما ما تعرفش بتخاف، ولما تخاف بتتهم. بعد يومين عاد الهاتف المسروق. اتضح أن طفلا أخفاه خوفا من العقاب. اعتذر بعض الجيران لكن الضرر كان قد وقع. رأيت عم سالم يمشي في الفناء، خطواته أثقل من المعتاد. الجرح في ساقه بدا كأنه يوجعه من جديد. في مساء هادئ دعاني لشرب الشاي في غرفة البوابة. كانت المرة الأولى التي أدخل فيها ذلك المكان الصغير. الجدران تحمل صورا قديمة، رجل شاب بالزي عسكري، وامرأة تبتسم بحياء، وطفل على كتف أبيه. أشار إلى الصورة الأولى وقال: ده أنا، قبل ما كل حاجة تتغير. بدأ يحكي. لم تكن الحكاية سهلة ولا قصيرة. حكى عن شبابه، عن عمله في ورشة، عن حلمه ببيت صغير، عن زمن كان فيه اسمه ينادى باحترام. حكى عن حادث قلب حياته، وعن جرح لم يكن في ساقه فقط بل في ثقته بالعالم. قال إن الجلابية كانت ملجأه، تخفي ما لا يريد للناس أن يروه، وتمنحه بساطة لا تسأل. سمعته دون مقاطعة. أدركت أن ما رأيته تحت الجلابية لم يكن مجرد أثر جسدي، بل علامة على حياة كاملة طمست تحت العادة والتجاهل. شعرت بالخجل من نفسي لأنني لم أره من قبل. منذ ذلك اليوم تغير شيء بيننا. لم يصبح فجأة صديقا مقربا، ولم تتحول حياتنا إلى قصة مثالية. لكن صار بيننا فهم. صرت أراه ويراني. صرت ألاحظ كيف يبتسم للأطفال، وكيف يصلح ما يستطيع إصلاحه دون ضجيج، وكيف يتحمل ما لا يجب أن يتحمله أحد. بدأت أساعده في أشياء بسيطة: ترتيب الغرفة، جلب دواء لساقه، كتابة شكوى للإدارة لإصلاح المصعد. لم تكن مساعدتي بطولية، لكنها كانت اعترافا بأن الإنسان أكبر من نظرة عابرة. مرت شهور. تغيرت العمارة قليلا، ليس في الجدران بل في القلوب. بعض الجيران صاروا يحيونه بحرارة، وآخرون بقوا كما هم. أما أنا فكنت أتعلم درسا جديدا كل يوم: أن ما نراه ليس كل الحقيقة، وأن تحت كل جلابية وكل صمت قصة تستحق أن تسمع. في صباح شتوي وجدته غير موجود. قيل إنه نقل إلى المستشفى. هرعت إليه. كان على السرير شاحبا لكنه مبتسم. قال: كنت مستنيك. جلسنا نتحدث عن أشياء صغيرة، عن العمارة، عن الأطفال، عن الشاي الذي يبرد بسرعة. قبل أن أغادر قال: فاكرة أول مرة شفتي الجرح؟ أنا وقتها خفت، مش من نظرتك، من الحقيقة. بس دلوقتي مش خايف. خرجت وأنا أشعر أنني أنا التي شفيت قليلا. عاد عم سالم بعد أسابيع. الجرح لم يختفي، لكنه لم يعد سرا مخيفا. صار جزءا من حكاية تروى بلا خجل. أما العمارة فبقيت قديمة، لكنها صارت أقل قسوة. تعلمت أن العمل الحقيقي الذي نفعله مع الناس لا يكون دائما باليد بل بالقلب، وأن ما نراه صدفة قد يفتح لنا بابا لرحمة لم نكن نعرف أننا نحتاجها. وهكذا ظلت الجلابية كما هي، لكن الذي تحتها تغير، أو ربما الذي في عيوننا هو الذي تغير أخيرا.